السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يلا نشوف مكونات الرز المعمر المتكرمل. عندنا نص كوباية من السكر، وعندنا اللبن بتاعنا بخيره، لبن بلدي والقشطة فيه، وعندنا الرز كوبايتين ونص رز غسلتهم، وعندنا معلقتين سمنة بلدي، مفيش بلدي سمنة عادية مش مشكلة يعني، مش هتقول لا. وهنبدأ بقى هنحط الصينية على النار وننزل عليها بالسكر. بسم الله الرحمن الرحيم عشان نكرمله. ونسيبه بقى كده على النار وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين اهو السكر اتكرمل معانا. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل عليه باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش، هو بيمسك معاكي بس بيرجع يفك تاني. هنزل بقى عليه اربع كوبايات لبن وكوبايه ميه او كوبايتين ميه، يعني بنحط الضعف. انت حاطه كوبايتين رز بتحط 4 كوبايات ميه او 4 كوبايات لبن. جبنا الرز بتاعنا اهو، وهنحط عليه السمنه. قلنا معلقتين كبار سمنه بلدي، سمنه عاديه من اللي عندك، مفيش اي حاجه. وابدا بقى ايه اقلبهم كويس جدا في قلب الرز. واللبن على النار بدأ اللون بتاعه ايه يتغير، بقى لون بيج كده عشان الكراميل. هبدأ بقى احط السكر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسكر بقى ده حسب ما انت عايزه تخليه مسكر قوي زودي سكر كتير، عايزه تخليه نص نص زي ما انت بتحبي. بقى ايه الحاجه دي ترجع لك انت. شوف بقى لسه ايه المرحله اللي بعد كده هنعمل ايه. كده اللبن بتاعنا اتغلى وخلاص، والكراميل ساح. هبدأ بقى انزل بالرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الوقت ده انا مولعه على الفرن على درجة 180 وقايده الشعلة من تحت. هسيبه بس شوية على البوتاجاز واحط له حتة قشطة من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايه رأيكم؟ هبدأ بقى ادخله الفرن، ولما يخلص خالص هوريه لكم بإذن الله. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ لسه مخرجاه من الفرن اهو. طبعا والله الكاميرا بتاعت الفيديو ظلمه اللون بتاعها خالص، اللون بتاعها مكرمل وتحفه.
وطبعا الحتة اللي انتوا شايفينها دي دقتها بالمعلقة، طعمها روعة، تستاهل بقكم. واقول لكم ايه، ما تنسوش اللايكات، ما تنسوش اللايكات، الله يخليكم. واترككم في رعاية الله وامن وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.